طرق وتاريخ. أول حاجة إعلان للشركة اللي هترصف الطريق بتاع الأهرامات. ده شارع الموسكي. دي الطرق اليدوية. الصور اللي هتجيبها منين؟ من كتيبات الدعاية لشركة شل. عاملة كتيبات. أول كتيب 1900، وبعد كده في 52، في 56، في أكتر من كتيب عرفنا نحصل عليهم. طيب ودول موجود فيهم ايه؟ واحد فيهم دعاية زي المتحف المصري، طريق الأهرامات، بعض المنتجات اللي شركة شل وبعض الأماكن اللي كانت شل بتبيع فيها، المحمل المصري. وغير كده بقى هيبدأوا يقولوا لك الطرق كانت سواء بقى منخفضة التكاليف، ممرات طيارات، ده في سكنات العباسية أو طريق العباسية، طريق الأهرامات، بعد كده طرق السويس. آه، ابتداء من رش الزفت والحجارة لغاية تشطيب الطريق بالحجارة الجانبية. ال- الخطوات كلها خطوة خطوة موثقة. بس أقول لكم زخرفة الهجاد من التركيبات اللي موجودة فيها، في حاجات كيميائية. اللي يحب يعرف الخطوات بالترتيب والمواد اللي كانت محطوطة فيها، يقدر يتابع صفحات من تاريخ مصر والعالم على الأزرق. هنا هيكمل بعد طريق السويس، هنجيب جزء من طريق الإسكندرية. آه، في كمان مطارات الماظة وغيرها، وفي بعض المدن العربية. بس كده خلص الكلام، سلام.